حكم النقض اللي الناس فسروه غلط ما قالش إن المطلقة تخسر أجر المسكن. في الأيام اللي فاتت انتشر حكم لمحكمة النقض واتقال إنه بيسقط عن المطلقة أجر المسكن لو عندها شقة أو قاعدة عند أهلها، لكن الحقيقة الكلام ده غير صحيح بالمرة، والحكم نفسه ملوش أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأجر المسكن أو نفقة المسكن بصفة عامة، لأن الموضوع الحقيقي للحكم إن الحكم عبارة عن دعوى طرد للغصب أقامها مالك شقة ضد زوجة مطلقة كانت مقيمة في مسكن الزوجية، والزوجة قدمت قرار حيازة وقتي صادر لها من النيابة العامة، والمحكمة رفضت دعوى الطرد على هذا الأساس. جت محكمة النقض في الحكم المذكور وقالت لا، ووضحت مبدأ مهم جدا إن قرار الحيازة قرار وقتي مش نهائي، وملوش علاقة بالفصل في أصل الحق، ولا يمنع القاضي من بحث دعوى الطرد إذا كانت قائمة على مستندات ملكية أو حيازة قانونية. طيب فين الخطأ؟ الخطأ حصل لما ناس فسروا الحكم وقالوا إن معناه إن المطلقة لو عندها شقة أو سكن عند أهلها تسقط عنها نفقة أو أجر المسكن، وده كلام ملوش أي أساس من الحكم، لأن القضية أصلا زي ما قلنا كانت بين مالك شقة وسيدة مقيمة فيها، مش بين مطلقة وطليقها. الخلاصة الحكم ده بيتكلم عن حدود حقية قرارات الحيازة الوقتية، ملوش علاقة بالنفقة ولا بأجر مسكن الحضانة، واللي فسروا كده بيضلل الناس، وواجبنا إننا نصحح المفهوم ده للناس. ومن خلال الفيديو ده عاوز أوجه نداء للمحامين ولكل المصادر القانونية: اقرأ الحكم كامل، افهم موضوعه، وبعد كده انقل المعلومة للناس. فأرجوك لو انت محامي او بتنقل محتوى قانوني دقق في كل كلمة بتنقلها، لان الناس بتاخد كلامك على محمل الجد، وحقوق أسر بتضيع بسبب معلومة ناقصة او تفسير خاطئ. وفي النهاية لو مهتم بالقانون تابعني.